مره ثلاثه صحاب كانوا قاعدين على القهوه، فواحد فيهم وهو بيشرب القهوه كده بيقول لصاحبه: يا عم بقول لك ايه، ما بدل قعده القهوه دي يا جدعان ما تيجوا ان احنا نيجي نعمل مشروع. فجاء واحد طلع قال لهم: بس انا عندي المشروع الجامد. قال له: ايه يا عم؟ قال له: احنا نفتح بلاي ستيشن. واحد قال له: يا عم فكك وكهرباء وميه وليله وتكاليف، فكك من الليله دي، انا عندي فكره اصيع من ده بكتير. قال له: ايه يا عم؟ قال له: احنا نعمل مشروع نجيب كتاكيت. كتاكيت؟ قال له: اه هنجيب كتاكيت ونقعد ناكل الكتاكيت لحد ما تكبر تكبر تكبر، كتاكيت تكبر وتبقى فراخ ونبتدي نبيعها ونشتغل بقى. راح صاحبهم التالت قال له: يا عم انت عبيط ولا ايه؟ الكتاكيت لما بنجيبها نصها بتموت وعايزه رعايه وهكذا، ففكك من الكلام ده. طلع بقى صاحبهم التالت ده بقى قال لهم: يا جدعان فككم من الكلام ده كله، ما تيجوا نعمل موبايل ابلكيشن. الله، فكره جامده، وموبايل ابلكيشن واب ستور وبلاي ستور بقى ونظبط دنيتنا. قشطه، يلا بينا. هنعمله ازاي؟ طب تعالوا كده نسيرش بقى ونشوف الدنيا بتاعتنا. حد عنده فكره؟ يلا بينا نفكر في فكره ونبقى نشوف بعد كده الدنيا هتمشي ازاي. طب يا عم احنا عايزين يو اي يو اكس وديفلوبر والليله دي كلها، هنجيب الناس دي منين؟ قال لهم: فككم، احنا نجيب الفكره وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. طيب، ففي واحد فيهم كان عاقل كده شويه، قال لهم: طيب ما احنا لازم لما نجيب فكره تبقى فكره جديده. فالتاني قال له: لا يا عم مش شرط فكره جديده، احنا ممكن نجيب فكره ونمصرها كده ونظبط الدنيا. فالتالت قال لهم: لا لا يا جدعان، ما دام هنبتدي بحق الله يبقى احنا لازم تبقى الفكره ماشيه ازاي. راح التالت قال لهم: يا عم فكك، احنا نجيب ابلكيشن ونقلده ونشوف نقط الضعف اللي عنده وان احنا نخليها نقط عندنا قويه ونبتدي ان احنا نكسبه. واحد تاني قال لك: لا تعال نشوف حاجه من الحاجات التراديشنال اللي موجوده على ارض الواقع نترجمها ان هي تبقى حاجه على موبايل ابلكيشن عشان نسهل على الناس. فالتالت قال لهم: طب يا جدعان ما نميكس بين كل ده. شايفين بقى القصه اللي انا حكيتها بالبلدي دي، الصحاب اللي قاعدين على القهوه اللي قعدتنا على طول على القهوه بنفكر في مشاريع وما بنبقاش عارفين نعمل ايه. الناس دي قالت كلام بالبلدي بس كلام تكنيكال ممكن يتطبق فعلا قبل ما تيجي تفكر في اي موبايل ابلكيشن. ازاي يا عم الكلام ده؟ هات كوبايه قهوتك وتعالى بقى اقول. السلام عليكم، اهلا بيكم في اي في جرافيكس اند ميديا برودكشن. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات كتير وبدانا ان احنا نتكلم عن البروجرامز وقلنا اليوزابيلتي والاكسسبيلتي والاتش سي اي واليو اي واليو اكس والفرونت اند والباك اند والفول ستاك، واتكلمنا عن الديتيلز دي كلها. ولو انت ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيني سايبها لك في الايفون. طب دلوقتي احنا بقى عايزين ان احنا نعمل موبايل ابلكيشن. انا هعمل موبايل ابلكيشن بنفسي او جالي كلاينت عايز يعمل موبايل ابلكيشن. هل المفروض ان انا هاخد منه الفكره وامن عليها ولا ابتدي ان انا ادي اقتراحات ولا انا هعمل ايه؟ لو الكلاينت جاي لك بفكره انت بتبتدي تشوف الفكره دي انهي نوع وهل الفكره دي ممكن تنجح ولا لا، ومن ناحيه اليوزر اكسبيرينس ومن ناحيه التارجتنج ومن ناحيه الحاجات دي كلها هل الفكره دي تنفع ولا لا. دي نقطه. تاني نقطه، لو انت عندك فكره وان انت عايز تطبقها بنفسك او واحد صاحبك عنده فكره وعايز ان هو يطبقها، لازم ان الافكار دي بتتقسم لسكشنز عشان نعرف احنا هنترجمها ازاي من ناحيه اليوزر اكسبيرينس او اليوزر انترفيس، وبالذات في حته اليوزر اكسبيرينس عشان تشوف التارجت اودينس وتشوف الباير بيرسونا وتشوف الكلام ده كله. لو مش فاهم التارجتنج والباير بيرسونا والحاجات دي لازم ترجع الحلقه اللي فاتت. طب دلوقتي احنا بقى عايزين نقسم الافكار دي، هل ليها تقسيمه ولا بالبلدي كده زي ما كانوا قاعدين على القهوه بيقولوا؟ بص، هي ليها تقسيمه واتقسمت لاربع حاجات. طب ايه هم يا عم الاربع حاجات؟ اي فكره ليها علاقه بموبايل ابلكيشن او ويب سايت بتتقسم لحاجه من الاربع سكاشن دي: يا سمبليفاي يا ميتو يا فيرتشواليز يا ريميكس. طب واحده واحده معايا كده، فهمني كل نقطه فيهم. سمبليفاي اللي انت تجيب فكره تسهل على الكلاينت حاجه. يعني ايه؟ الراجل اللي هيبتدي ان يستخدم الموبايل ابلكيشن ده سهل عليه حاجه في حياته اليوميه عموما. زي ايه؟ زي افكار كتير. كونسبت ان اي ابلكيشن في الدنيا اصلا بيسهل عليك حاجه، بس كونسبت ان هو يسهل عليك حاجه زي مثلا حاجه موجوده عن طريق ان هي بتتعمل مانيوال مره واحده بقت اوتوماتيك. سي يا عم السمارت هوم، انت مكسل ان انت تفتح الضرفه هتتفتح لك بابلكيشن. او اي حاجه كانت مكلكعه كانت بتحصل محتاجه ان انت تاخد منك 10 20 ستيب اللي انت تعملها، بقيت ان انت بتعملها بدوسه زرار. فانت كده جبت حاجه موجوده على ارض الواقع صعبه ورخمه بس انت حليتها بويب سايت او موبايل ابلكيشن فبقت الاوبريشن اسهل. ده كده لو اتكلمت سمبليفاي. طب لو اتكلمت في ميتو، كونسبت الميتو دي فكره ان في فكره موجوده على ارض الواقع تاخدها وتطور فيها او تاخدها وتشوف ايه الباد بوينتس اللي عندها وايه نقط الضعف اللي عنده وابتدي ان انا اخليها سترونج بوينتس وابتدي ان انا اخد الفكره دي واطبقها على ارض الواقع بشكل اقوى. دي كده لو فكرت في الميتو. طب في ناس مثلا يجيب لك فكره موبايل ابلكيشن كانت موجوده مثلا بره ومش موجوده في الدول العربيه او موجوده في الدول العربيه ومش موجوده بره. طب احنا عايزين نخلي الفكره دي انترناشونال. فكره اللي انت تاخد فكره الموبايل ابلكيشن اللي متطبقه مثلا في دوله وتطبقها في دوله ثانيه، دي برضو بتطبق تحت مسمى الميتو. ان انت دلوقتي الفكره دي موجوده ومتطبقه على ارض الواقع بس مش متطبقه مثلا في قاره اسيا، متطبقه مثلا في افريقيا، فانت عايز تطبقها في حاجه من الحاجات دي فبتاخد الفكره دي وتبتدي ان انت تطبقها في مكان تاني ممكن يكون بمسمى تاني مع فيتشرز احسن شويه. دي برضو بتبقى فكره الميتو. طيب الفيرتشواليز جايه من حاجه فيرتشوال، ان انا نقلت لك حاجه بقت موجوده تراديشنال كانت موجوده على ارض الواقع ورقيات وهكذا، الحاجه دي مره واحده اتنقلت للسوفت وير. زي مثلا الحاجات الرقميه اللي عماله تتعمل، مثلا فكره ان هو بينقل لك اي حاجه مثلا موجوده من ناحيه رخص من ناحيه بطايق ايا كان بقى، دي بتحصل في الدول دلوقتي كلها، الناس
كلها متجهه ان هم يقلب اي حاجه ديجيتال، ان هو اي حاجه كانت موجوده على ارض الواقع بورقيات انا حولتها لك ان هي تبقى فيرتشوال. من فكره ان الحاجه دي ماشيه تراديشنال انا حولتها لك لسوفت وير. سوفت وير ده بقى يبقى انت كده عملت فيرتشواليز، نقلت الحاجه من على ارض الواقع اللي كانت موجوده وتراديشنال خليتها ان هي موجوده عن طريق ويب سايت او موبايل ابلكيشن ايا كان بقى، تقديم في مدرسه، تقديم على رخصه، تقديم على باسبور، تقديم على بطاقه، تقديم على اي حاجه كنت لازم ان انا اروح المكان وابتدي ان انا اخد ورقه واقف في صف وان انا اعمل الحاجات دي كلها في الاخر عشان استلمها بايدي. طب ما انا ممكن الحاجات دي اعملها على موبايل ابلكيشن واروح استلمها، ممكن الحاجات دي اعملها على ويب سايت واروح استلمها، ممكن الحاجات دي اعملها على موبايل ابلكيشن والويب سايت وتجي لي لحد البيت. فانا لو حاجه زي كده وحولتها عندي على موبايل ابلكيشن او ويب سايت يبقى انا كده عملت فيرتشواليز. يبقى دي الفكره الفيرتشواليز. رابع حاجه الريمكس. ايه بقى الريمكس؟ باشا حلو من هنا على حلو من هنا على حلو من هنا على حلو من هنا، حطهم في فكره موبايل ابلكيشن. نقوم عاملين بقى السليمه، نعمل السليمه بقى ونطلع حاجه استيك، شغل فنادق كده. اللي انت لقيت دي عجباك ودي عجباك ودي عجباك، طب تعالى نميكس كلهم ونحطهم في فكره موبايل ابلكيشن. فانت لو جيت فكرت في اي فكره موبايل ابلكيشن لازم تصنفها، لان انت لو الفكره بتاعتك مش موجوده اصلا انت ما عندكش كومبيتيتور. انت بتبتدي تشوف انت هتعمل الفكره دي احسن حاجه تقدر تطلع منك ايه بحيث ان انت تنزل بيها السوق وتكسب. حته اللي انت ميته لا، ده انا عندي كومبيتيتورز، الناس دي نقطه الضعف بتاعتها ايه والقوه ايه، المفروض ان انا اعمل ايه واتجنب ايه، طب المفروض ان انا اعلي عليهم ازاي. فكرك اصلا وطريقه تفكيرك في الموبايل ابلكيشن عشان تببلشه بالواي اللي انت ناوي تمشي فيها عشان تطلع الموبايل ابلكيشن ايا كان من سكه ايه، من الفكره نفسها قبل ما تطبق حتى يوزر اكسبيرينس او يو اي، هتلاقي نفسك اللي انت بتفكر في زاويه ثانيه خالص. تبتدي تجيب كومبيتيتورز وتقارن وتشوف ايه نقطه الضعف اللي عندهم عشان تعرف تطلع الفكره بتاعتك بشكل كويس. حته الفيرتشواليز، طيب انا الحاجات دي بتحصل على ارض الواقع ازاي بالطريقه المانيوال؟ اصلا انا ما اعرفش ازاي فكره ان الاوراق والحاجه دي بتحصل ازاي، والاوراق دي بتخلص في اسكندريه بس ولا لازم تروح القاهره، ولا الاوراق دي لازم تسافر بره وترجع تاني، سيستم الاوراق دي ماشيه ازاي، والبلان بتاعت الاوراق دي ماشيه ازاي وبترجع فين وبتتخزن فين. لازم الفكره اللي عندك دي حتى لو حلوه تبقى دارسها هي الخطوات كلها ماشيه ازاي، عشان الحاجات دي اللي هتتحول في الاخر ان الموبايل ابلكيشن يعملها. فانت طلعت فكره ممكن تكون فكره حلوه جدا بس انت لو ما مشيتش صح الفكره وقعت منك. حته الريمكس، ده انا هميكس من هنا ومن هنا ومن هنا، يبقى انت لازم تكون دارس كل واحده فيهم. من اكتر الحاجات اللي بتوقع افكار موبايل ابلكيشنز كتيره قوي والابلكيشنز ما بتنجحش ان هو ما فصصش الفكره بتاعته عباره عن ايه، هي انهي واحده من الاربع انواع. لان هو لما يعرف انهي واحده من الاربع انواع هيعرف يتارجت صح وهيعرف يفكر صح. لكن لو انت الحاجه بتاعتك فيرتشوال وفكرت فيها ان الحاجه الفيرتشوال دي هي اصلا ميتو ان في حد موجود، هتبتدي تدور على كومبيتيتورز وتبتدي تشوف ناس ممكن تكون بتعمل حاجه شبه اللي انت عايزها بس مش اللي انت عايزها، وتلاقي نفسك بوظت الدنيا خالص. نزلت وعملت فكره موبايل ابلكيشن وافتكرت ان الحاجه دي سمبليفاي ومفيش حد عاملها غيرك وان انت بتسهل على الناس، وقعدت تماركت للموبايل ابلكيشن ده كله. مره واحده طلع لك واحد قال لك على فكره الفكره دي موجوده من زمان، انت كل الماركتنج اللي انت عملتها وقعت ومش هيبقى فيه تراست بينك وبين العميل. ده انت ممكن بسبب الموضوع ده انت تعمل ماركتنج للبراند الثاني، لانه هو هيعرف يعلي عليك ان هو عنده حقوق وان هو عنده اسم ومسجل، فبالتالي الحاجات دي كلها ممكن يرفع عليك قضيه وهو اللي يكسبها اصلا، لان انت كنت فاكر ان انت سمبليفاي وان انت مش سمبليفاي. ولو فكرت ان انت تعمل ريميكس لازم ان انت تبقى عارف ازاي النقط دي كلها انا هميكس بينها كويس في الاخر. فلازم الفكره اللي عندك تترجمها صح وتعرف هي انهي واحده من الاربع انواع. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، مستنيكم في حلقات جايه كتير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك شير سبسكرايب وترنوا الجرس عشان كل ما انزل حلقه جديده تجيلكم. لو حد عنده اي سؤال ممكن يسيب لي في الكومنتات هرد عليه كلكم ان شاء الله. ولو حد عنده اي اقتراح حابب ان هو يحطه في الكورس يكتب في الكومنتات وان شاء الله هنحط الاقتراح ده في الكورس. ان شاء الله مستنيكم في حلقات جايه كتير والسلام عليكم.